وتبدا قصتنا لبنت جميله اسمها صوفيا، بس في حياتك مش هتلاقي اسوأ من حظها، وشغاله مصممه اعلانات، والنهارده تمت 30 سنه، فكل سنه وانت طيبه يا صوفيا. وزمايلها بدل ما يحتفلوا بيها ويجيبوا لها تورتايه بعتوا لها الشغل بتاعهم كله، فراحت تشتكي لمديره المكتب لانها اتحولت من مصممه اعلانات لواحده بترد على التليفون، وكمان بتظبط جدول مواعيد المديره، يعني من الاخر لقت نفسها اتحولت سكرتيره. فالمديره طردتها، فطلعت من عندها وهي مخنوقه ومتعصبه، وقطعت الكارت اللي كانوا باعتينه لها في عيد ميلادها، وقالت لهم غرف داهيه كلكم. ومن حظها الهباب كمان لما ركبت الاتوبيس عشان تروح، فركبت جنب بنت ومامتها، واي نعم البنت عسوله وكيوته بس مش طايقه نفسها. ولما صوفيا ركزت معاها فالبنت طلعت لها لسانها وتسود في وشها اكتر لما رجعت البيت ولقت حبيبها ريتشارد بيخونها، وده لان ريتشارد ما كانش متوقع مجيها في الوقت ده، فسابت له البيت وخرجت وهي متعصبه، ولانها محظوظه زي ما احنا عارفين فالباب قفل على الحزام بتاعها، ولانها مش عايزه تشوف وش امه تاني ففضلت تشد في الحزام وما رضتش تخبط على الباب يفتح لها، ولانها بتشد جامد فالحزام اتقطع وخدت السلم كله جرد لحد ما اتكومت المسكينه على الصدفه. ولما ريتشارد سامحها وهي بتترزع فطلع بسرعه عشان يساعدها، فقالت له غور مش عايزه اشوف وشك تاني، ويعدي اسبوعين وتروح تعيش مع والدتها واللي كانت فرحانه جدا بوجودها معاها، وداخله تطمن عليها وتقول لها عصفورتي عامله ايه، فقالت لها اعمل ايه يعني يا ماما، عصفورتك راقده في العش. فقالت لها طب كفايه راقده في العش بقى، ويلا تعالي معايا احضر درس الزومبا. فتروح معاها الدرس وهي قاعده مش طايقه نفسها، وجنبها العكاز بتاعها لان رجلها انكسرت، وهناك اتعرفت على ست عجوزه من ضمن الناس اللي بياخدوا عند والدتها زومبا، وهم خارجين من الصاله فوالدتها شافت اعلان عن دروس في الطبيخ وبيعلموك فيها ازاي تعمل الاطباق الاسبانيه، وعرضت عليها يروحوا هما الاثنين. فصوفيا رفضت وقالت لها انا بعرف اطبخ مش محتاجه ان اتعلم، وبعدين الدرس كمان بيقولوا انه للازواج. فقالت لها تنيلي على عينك، وتسخين الاكل ده بالنسبه لك طبيخ؟ اعملي حسابك هتيجي معايا يعني هتيجي، وبعدين يا ستي اعتبريني جوزي. وفضلت صوفيا برضه مصره انها ما تروحش لان الدرس كله هيبقى حبيبه بقى وشغل تلزيق، وهي اساسا كرهت الحب والحبيبه كلهم. وتاني يوم والدتها صحتها عشان يروح للدكتور، بس صوفيا اتفاجئت انها واخداها للدرس برضه، وانها سجلت اسمها من غير ما تقول لها. فمامتها قعدت تتحايل عليها وقالت لها هو درس واحد، لو ما عجبكيش الموضوع هنمشي على طول. ففضلت قاعده في العربيه وقالت لها برضه مش هنزل، ونزلت والدتها من العربيه عشان تنزلها هي كمان، وفضلت والدتها تشد فيها عشان تنزلها وهي برضه مصره انها ما تنزلش. فجالهم واحد معدي عشان يعرض عليهم المساعده، فالحاجه بقى انتهزتها فرصه وقالت له ارجوك تخرجها لان مش عارفه اخرجها من العربيه. وصوفيا عماله تبص لوالدتها عايزه تولع فيها، ولانها محروجه من الراجل فنزلت معاه، ولان في الدرس كل اتنين مع بعض فده واحد ومراته، ودول اتنين شمال ملناش دعوه بيهم، ودول اتنين حبيبه متعرفين على بعض من على النت. فصوفيا بصت لهم بقرف وقالت اهو بدا شغل التلزيق اهو. والطباخ برضه عرفهم على نفسه ان اسمه غيرمو، والمفروض ان الثنائي بتاعه اللي هيكون معاه كان مراته، بس للاسف مراته ما جاتش، وعشان كده جاب بديل لها وهو ابن اخوه واللي هو ماتياس، واللي هو اساسا جاي من اسبانيا شهر عشان يقضيهم معاهم في امريكا، ويطلع ان ماتياس هو نفس الشخص اللي ساعدهم بره. فصوفيا اول ما شافته دارت وشها، ويجي لهم ماتياس عشان يعرفهم على نفسه، فواحد من الشمال اعجب بيه، فالتاني قام زاغده قال يعني ايه غيران عليه يعني جاتكم الحزن. ويبدا غيرمو يعلمهم اول طبق يطبخوه، وكانت هي العجه. ايوه هي العجه، ما تستغربوش، ايوه هي العجه اللي تقريبا كده طلعت شكلها طبخه اسبانيه، ولا ما يعرفش العجه هي بتبقى خلطه مكونه من البطاطس والبيض. ولما صوفيا جت تقطع البطاطس فوالدتها قالت لها خلي بالك من صوابعك، فصوفيا قالت لها بقول لك ايه ابعدي عني لا تلاقي السكينه دي في بطنك. وكل شويه والدتها تقول لماتياس ايه رايك في اللي صوفيا بتعمله، والحبيبه كمان طول الوقت في الدرس مقضينها، فوالدتها تتاثر قوي تقول لها شوفي، فقالت لها وهي متعصبه بكره يخونها وتقلب البيض وهي متعصبه قوي. فماتياس جالها وقال لها في ايه هو انت بينك وبين البيض طار ولا ايه؟ فقالت له لا بس شويه احباط بطلعهم. بس مامتها فرحت قوي لما جه يكلمها وتغمزها وتقول لها ايه رايك، فتعصبت عليها وقالت لها خليكي في البطاطس اللي انت فيها. ولما خلصوا العجه المفروض بيقلبوها بس وقعت من صوفيا وهي بتقلبها، فماتياس جه بسرعه عشان يساعدها. فصوفيا قالت له ما تشغلش بالك احنا هنظبط احنا كل حاجه. فوالدتها قالت لها ما تخليكي لطيفه شويه مع الراجل، فقالت لها ارجوك انت يا ام خف لطافه انت. وبعد ما خلصوا الدرس ماتياس راح لها عشان يديها حاجتها، وعرض عليها انه يساعدها لحد ما تركب العربيه. فصوفيا قالت له لا شكرا والدتي معايا، وهنا بسرعه الحاجه تتصرف وقالت لها استناكي بره وسابتها ومشيت عشان تسيبها مع ماتياس هو اللي يوصلها، فما بقاش قدامها حل تاني ولازم ماتياس هو اللي يساعدها. فشال ماتياس الحاجه اللي معاها وسالها عن رايها في الدرس، فقالت له حاجه ملل، انا قضيت ساعه عشان اعمل بيض وبطاطس، وبعدين دي حاجه بسيطه جدا اي حد يعملها مش محتاجه دروس، ولانه كان لسه هيديها درس في الطبيخ فخلعت منه بشياكه وقالت له انا حاسه ان امي بتنادي عليا. فوصلها لحد العربيه وقال لها استناكوا الاسبوع الجاي. فوالدتها وهي فرحانه قالت له اكيد هنيجي، وهي عماله تبص لها وهي مخنوقه منها عايزه تولع فيها. ولما ماتياس رجع المطعم تاني فلقى بنت عمه مقابلاه وقالت له البنت شكلها معجبه بيك وظريفه، نصيحه من اختك اخرج معاها. فقال لها مش واضح خالص، ومع ذلك انت عارفه ان انا بحب إيرينا. فقالت له إيرينا مين؟ إيرينا مقضيها في اوروبا. فاتخنق من كلامها وسابها ومشي. ومامة صوفيا هي كمان فضلت تزن على ودانها وقد ايه ماتياس شاب وسيم، وانه اكيد محتاج صديقه يخرج معاها لانه جديد في البلد. فقالت لها انا عايزاكي تنزلي من على وداني يا ماما، الاسبان اساسا مشهور عنهم ان هم مقضيينها، فلو عاجبك قوي خرجي معاها انت، عيب قوي تكون وصلت لحد هنا وما عملتش لايك. ولما صوفيا قابلت صاحبتها اوليفيا فقالت لها انا مش عارفه ازاي انت كنت مستحمله ريتشارد ده، بقى واحده بجمالك ده تتخان. فقالت لها هو كان راجل كنت مسنود عليه، ما هو زي ما بيقولوا ضل راجل ولا ضل حيطه. وقعدت تحسدها على جوزها لانه ما بيخونهاش. فقالت لها ما فيش حد صالح، كله بتاع مصالح ومستنيين بس الفرصه تجيلهم.
ولما الوتر جالهم طلبت منه عجه بالرغم من انهم اساسا في بار، ولان الزن على الودان امر من السحر، فصوفيا من كتر زن والدتها عليها فبدات تفكر في العجه والشاب الوسيم كمان اللي بيعمل العجه. وماتياس كان لسه موجود في المطعم مع عمه وقال له كفايه شغل كده اطلع اتمشالك شويه، فماتياس راح نفس البار وكل ما يجي يطلب حاجه من الجرسون يقول له شويه وهجيلك. واوليفيا قالت لها مضطر امشي دلوقتي، وقالت لها ما تخليك انت شويه هنا، انا شايفه جوه في موزز كتير، استني يمكن تصطادلك واحد. فقالت لها انا زهقت من الرجاله كلهم خاينين. فقالت لها لازم تدوري على الراجل الحقيقي ودول لازم نختارهم بعنايه لانهم مش كتير. وماتياس لما الجرسون فضل مطنشه فسابه وخرج، فلقى صوفيا واقفه على الباب وقال لها كنت زهقان وجيت اشرب كاس، بس واضح كده ان شكلي مش عاجب الجرسون. فقالت له عشان تعيش في امريكا لازم تكون وقح. فحاول ماتياس يقنعها ان هم يقعدوا مع بعض ويشربوا كاس، فقالت له نعوضها مره تانية لانه مضطر امشي دلوقتي لان العربيه بتاعتي وصلت. ولما جت تودعه قالت له تصبح على خير يا عزيزي، وبعدها تتكسف وتسيبه وتمشي وتركب العربيه وتقعد تفكر فيه. وماتياس وهو بيقلب في انستجرام اتفاجئ ان ايرينا فعلا مقضياها، وصوفيا قعدت تدور على شغل كتير وبرضه مش لاقيه. ولما جه ميعاد درس الطبيخ والدتها عملت نفسها تعبانه وقالت لها مش هقدر اروح معاكي فلازم تروح انت لوحدك. فقالت لها اروح لوحدي ما تقلقيش. فمامتها تفرح ان لعبتها نجحت لانها عايزاها تقرب من ماتياس ولانها راحت الحصه لوحدها. فماتياس كان الثنائي بتاعها. ولما ماتياس جه يعلمها ازاي تطبخ فقالت له انا ما اتولدتش عشان اطبخ. فقال لها معاكي حق، احنا لما اتولدنا ما كناش بنعمل حاجه غير النوم والعياط، بس الطبيعي بعد كده ان احنا نتعلم. فقالت له تصدق معاك حق، انا دلوقتي بقى فهمت انا ليه دايما بحب النوم والعياط، ده انا محترف نوم وعياط. فقال لها بقى انا عايزك محترفه في تقطيع الطماطم. وبعد ما صوفيا كانت كارهه كل الرجاله بدات ترتاح للشيف ماتياس وبتكون مبسوطه جدا وهي معاه. ومش بس كده، ده بقت تحب الطبخ كمان، وقعدوا يضحكوا ويهزروا هما بيطبخوا مع بعض. ولما سالها عن شغلتها فقالت له انها مصممه اعلانات. فقال لها طالما كده بقى ده انا عايز لوجو بقى للمطعم بتاعي واللي ان شاء الله في المستقبل هعمله. فقالت له طب في حاجات كتير عايز اعرفها عنك، ويا ترى انت بقى عندك حبيبه في اسبانيا؟ فتهرب من الاجابه وقال لها هو ده علاقته ايه باللوجو. ولما رجعت البيت لقت ريتشارد مستنيها عشان يديها هديه عيد الميلاد اللي ما خدتهاش، فرفضت ترجع له تاني. واللي خناها اكتر انه جايب لها سلسله لانها ما بتحبش تلبسهم، فاتخنقت منه لانه حتى مش عارف. بس تقوم صوفيا بقى وتفوق وتركز للحب الجديد، وعملت لماتياس اللوجو وهي في قمه السعاده، ولبست واتشيكت وراحت له. ولما شاف اللوجو اعجب بيه جدا وقال لها بس انا مش شايف اللوجو بتاعك معايا، والمفروض يكون لك واحد خاص بتصميمات صوفيا. فاتفاجئت من سؤاله لانها ما عندهاش. فقال لها انت بجد لطيفه قوي مع الناس، بس لازم برضه تكوني لطيفه مع نفسك. فتاثرت بكلامه جدا وحست ناحيته ان هو ده الراجل اللي بتدور عليه. فقامت بسيته بدون اي مقدمات وهو قاعد متنح لانه مش مصدق. وقال لها كان في بنت كنت بفكر اني بحبها في اسبانيا، بس اتضح لي دلوقتي انت مفيش الطف منك. ومن هنا تبدا تعيش صوفيا اجمل قصه حب في حياتها. وفي ليله من ذات الليالي صوفيا باتت بره البيت، وعشان كده دخلت الصبح بدري البيت وهي بتتسحب. فوالدتها قابلتها وهي مبتسمه لانها عرفت ان اللي كانت بتخطط له حصل. ولما راحوا درس الطبيخ اتفاجئت صوفيا ان ريتشارد مستناها هناك، واتخنقت جدا من وجوده. فقال لها انه عامل حفله لتخرج اخته في البيت وعشان كده كان جاي يدعيها. فقالت له بس ده مش الوقت المناسب ولا المكان المناسب تدعيني فيه. فقال لها انا حبيت بس اشوفك وانت بتاخد الدرس. ويقعد ريتشارد يتفرج عليها وهي بتاخد الدرس، ولان الدرس النهارده كان درس غنائي فماتياس قاعد يغني لهم ويرقص لهم، وهي كانت وقتها طايره من السعاده. وريتشارد طبعا قاعد ومحروق، وصوفيا تزود حرقته وترقص معاه. بس المفاجاه بقى ان ايرينا دخلت عليهم، فماتياس سلم عليها وهو متوتر، ولانها كانت هتشتم في الامريكان الموجودين فخدها بسرعه والله يلا عشان تريحي. فصوفيا طبعا اتخنقت واتضايقت، ولما خرجت من الدرس لقيته مستنيها وقال لها اسف ما توقعتش خالص انها تيجي هنا. فقالت له كان باين عليك بس واضح انها بتحبك جدا. فقال لها بالعكس خالص، هي بتحب هي تكون مركز الاهتمام. فقالت له على العموم شكلها هي دي النهايه، لاني اساسا حياتي باظت بسبب واحده، فمش عاوز اكون انا السبب في ان انا ابوظ حياه ايرينا. وبعدين انت كلها خلاص 10 ايام وماشي. وودعت ماتياس وهو حزين، ويطلع له ريتشارد اللي كان مستخبي ويقول له انا عارف انها مؤلمه انا حاسس بيك، بس واضح انها خلاص عرفتك على حقيقتك. وبعدين انت مين يا ابني؟ ده انا معاشرها بقالي سنين، ده زميلتي من الثانويه وحبيبه عمري. فقال له ما هو باين جدا عشان كده خنتها، ويوم ما فكرت تجيب لها هديه جبت لها سلسله، وهي اساسا ما بتحبش السلاسل. وترجع من تاني صوفيا تعيش حياه جديده خاليه من الرجال، لانها اول حاجه فكرت فيها ترجع هديه ريتشارد، وبدات تهتم بالرياضه اكتر وتروح دروس الزومبا بتاعت والدتها. وهناك اتصدمت بالمفاجاه الجديده لما عرفت ان الست العجوزه اللي قابلتها قبل كده في درس الزومبا انها جده ماتياس. فوالدتها خدت شنطتها وطلعت تجري لما عرفت انها عرفت، بس وقفت والدتها وقالت لها ازاي تعملي فيها كده؟ بقى معقول يطلع انت اللي مرتبه كل الكلام ده؟ فقالت لها انا عملت كل ده عشانك لاني عشت نفس الصدمه دي مع والدك قبل كده، لاني قبل ما اتجوز والدك كنت بحب واحد اسمه هنري، بس للاسف اهلي رفضوه، فما حبيتش انك تعيشي نفس الحزن اللي عشته. فقالت لها الحمد لله انك اتجوزت والدي، لانك لما كنتش اتجوزت ما كنتش هتخلفيني. ولما راحوا الدرس ما لقتش ماتياس، فسالت بنت عمه عنه، فقالت لها ان ماتياس قطع علاقته بايرينا، والسبب في الموضوع ده كان انت، لانه لما قرب منك عرف انه ما حبش قبل كده، وعرف قد ايه انه كان غبي لما فضل يحب واحده مدلله. فقالت لها طب هو فين؟ عايز اشوفه. فقالت لها للاسف هيسافر النهارده. فقالت لها عايز اشوفه قبل ما يسافر. فخدتها معاه وطلعوا بسرعه على المطار، ودخلت تدور عليه في المطار وهي زي المجنونه لانها خايفه يكون سافر. واول ما شافته قدامها روحها رجعت لها وقال لها كان نفسي اودعك قبل ما
اسافر، بس كان لازم احترم رغباتك، ولان صوفيا حبته بجد فقالت له بتمنى تفضل معايا، ولان صوفيا سحرها لا يقاوم فقال لها ما اقدرش اسيبك وامشي، ويرجع ماتياس مع حبه الجديد، الحب اللي عاش طول عمره يحلم بيه، وصوفيا كمان تعيش السعاده اللي عاشت كتير محرومه منها، وعشان تسعد والدتها كمان اللي ياما ضحت عشانها، فجابت لها هنري اللي عاشت طول عمرها تحبه عشان ما تسيبهاش لوحدها بعد ما هتعيش مع ماتياس، وبكده تخلص اجمل قصه حب. واتمنى بقى في النهايه تكون عجبتكم، وانتظرونا في قصه جديده. سلام.